ورحمة الله وبركاته، اخواتنا الحلوين كتاكيتنا طلاب الصف الثاني الاعدادي. معاكم مستر محمد الدمراوي مدرس الدراسات الاجتماعية بمحافظة الاسكندرية. حبيبي الصفحة ديت ان شاء الرحمن هيبدأ ينزل عليها التقييمات الاسبوعية للصف الثاني الاعدادي دفعة 2026. ما تنسيناش حضرتك تدعمنا باللايك والسبسكرايب بتاعك. التقييم الاول الاسبوع الاول الف. السؤال الأول: أكمل أولى دول العالم من حيث عدد السكان. طبعا عارفين أكبر قارة من حيث عدد السكان هي دولة الهند. طيب يليها طبعا الصين. السؤال الثاني: أعد كتابة العبارة الآتية بعد تصويب الخطأ العلمي بها. تعيش قارة آسيا في المرحلة الرابعة من نظرية التحول الديموغرافي. هقول له طبعا الإجابة خاطئة، لأن تعيش قارة آسيا في المرحلة الثالثة من علم الديموغرافيا، التي تتميز بانخفاض مستمر في معدل الوفيات مع معدل المواليد. السؤال الثالث: اكتب نتيجة واحدة يترتب عليها انخفاض معدل المواليد عن معدل الوفيات بقارة أوروبا. هقول له الإجابة السؤال الثالث: نتيجة لذلك لتأخر سن الزواج. يبقى النتيجة لذلك تأخر سن الزواج وارتفاع مستوى التعليم ومشاركة المرأة في العمل بسبب ان المرأة بتنزل تشتغل، فلذلك معدل المواليد عندها هيبقى عدد منخفض. السؤال الرابع: بما تفسر وجود طيارات هجرة من أفريقيا إلى دول الخليج العربي. ليه الناس بتهاجر من أفريقيا بتروح الخليج العربي؟ طبعا احنا بنهاجره بسبب البحث عن فرص عمل. السؤال الخامس دل على صحة العبارة الآتية: تعرضت قارة آسيا لتيارات الهجرة الغير قانونية. هقول له طبعا العبارة صحيحة، حيث تعرضت آسيا إلى الهجرة الغير قانونية. قادمة منين يا مستر؟ قال لي من أفريقيا. من الدول أفريقيا؟ قال لي أثيوبيا والصومال، بيخشوا خليج عدن ثم إلى اليمن ثم للوصول للخليج العربي. ده كده التقييم ألف. ب، بيقول السؤال الأول برضو: أولى دول قارة آسيا من حيث عدد السكان، لسه قايلينها حالا حبيبي وهي الهند. طيب السؤال التاني: أعد كتابة العبارة بعد تصويب الخطأ العلمي بها. تعيش قارة أوروبا في المرحلة الثانية من نظرية التحول الديموغرافي. هقوله لا يا مستر استنى، الإجابة خاطئة، لأن تعيش قارة أوروبا في المرحلة الرابعة في انخفاض معدل المواليد والوفيات، بس بشكل إيه؟ بشكل كبير. السؤال الثالث: اكتب نتيجة واحدة يترتب عليها ارتفاع معدل الوفيات عن معدل المواليد في أوروبا. ليه أوروبا يا مستر فيها ارتفاع معدل الوفيات كبير؟ هقول له حبيبي أوروبا عشان عندها ارتفاع نسبة كبار السن. السؤال الرابع: بما تفسر اتجاه المهاجرين من افريقيا الى دول الخليج العربي. ليه الناس بتهاجر من افريقيا بتروح للخليج العربي؟ لسه حلين نفس السؤال في النموذج الف، بسبب البحث او لتوفر عن فرص عمل. السؤال الخامس دلل على صحة العبارة التالية: تتعرض قارة آسيا تتعرض قارة أوروبا إلى تيارات الهجرة الغير قانونية. هقول له الإجابة، إجابة السؤال الخامس الإجابة صحيحة، لأن أوروبا يوجد بها أكبر دولتين وهما إيطاليا واليونان. إيطاليا واليونان هما أكبر دولتين في قارة أوروبا فيها تركز للسكان، وإذا فيها هجرة غير شرعية. طيب، عايز اقول لحضرتك ان ايطاليا واليونان فيهم حوالي 3/4 المهاجرين اللي بيهاجروا طبعا. التقييم الاول برضو الاسبوع الاول جيم، ده تالت تقييم معانا. السؤال الاول: اولى دول قارة اوروبا من حيث عدد السكان هي روسيا الاتحادية ثم المانيا. طيب السؤال التاني: اعد كتابة العبارة بعد تصويب الخطأ العلمي بها. تعد قارة أوروبا على مشارف المرحلة الثالثة من نظرية التحول الديموغرافي. هل أوروبا في المرحلة الثالثة؟ هقول له لا طبعا يا مستر، تعيش أوروبا في المرحلة الرابعة. وعايز أقول لحضرتك اللي هي هتوصل للمرحلة الخامسة. هقول له بسبب انخفاض في معدل المولد والوفيات بشكل كبير. السؤال الثالث: اكتب نتيجة واحدة يترتب عليها ارتفاع معدل المواليد بقارة آسيا. ليه آسيا فيها مولدة عن أوروبا؟ هقول له بسبب إن أنا عندي الزواج المبكر في آسيا، ولذلك آسيا فيها عدد سكان كبير. السؤال الرابع: بما تفسر تؤثر الهجرة بشكل كبير في النمو سكان أوروبا. هقول له طبعا، حيث تعرضت الهجرة القادمة إلى أوروبا بيؤدي إلى ذلك تناقص عدد السكان الناتج طبعا في انخفاض معدل المواليد وارتفاع معدل الوفيات، وتجذب أوروبا طبعا المهاجرين. ولسه قايل لك إن أوروبا فيها أكبر دولتين وهما إيطاليا واليونان، فيهم أكبر دول فيها جذب سكان. السؤال الخامس والأخير دلل على صحة العبارة التالية: أكثر الدول استقبالا بالهجرة الغير شرعية تقع بقارة أوروبا.
هقول له الإجابة صحيحة، لأن أكثر دولتين فيهم سكان طبعا هي إيطاليا واليونان، فيهم 3/4 الهجرة الغير قانونية، يعني 75%. وكده أكون خلصت التقييم الأول. انتظرونا إن شاء الله في التقييم التاني. معاكم مستر محمد دمراوي، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.